الامر الثاني والخطير جدا ان نقعد نتربص للقمر. للشمس بعد اه الشروق. دي كانت امبارح هي ليله القدر، الحمد لله اجتهدت، وتبدا بقى تشيع بقى في الناس. لا، والكلام كله عن كان في نباح للكلاب، كان في ضوء الشمس ليها اشعه، كان مش عارف ايه، والناس تفضل كل يوم تصحى تصور الشمس. صور الشمس وبعد كده يقول لك ده كانت امبارح، ويأكد انها كانت امبارح. طب كانت امبارح يوم 23، يعني باقي الايام دي يترك لان ادركت ليله القدر. اه، ما في ناس فعلا بتتركها. ما ده اللي بيحصل، اه. انت بتعمل احباط للناس انها تجتهد في بقيه الايام. يبقى انت كده بدل ما تحض الناس على طاعه الله وتحض الناس على الاجتهاد، ده انت بتحبطهم بتقعدهم، فممكن تاخذ ويزر على هذا الامر. عشان كده بيقول ايه، خلي اجتهادك لنفسك ولا تشيع خبر ممكن يحبط الاخرين. امم. فاتت مني، انا لله وانا اليه راجعون، خلاص قدر الله ما شاء فعل. انتظر بقى رمضان الجاي، اه. ويكون ليه 23 رمضان. او يكون مثلا لسه باقي آه، في كذا ليله مثلا، كذا ليله خلاص. كتيره. عايز اقول لك عشان كده نقول ايه، نقول لا يا اخوانا، اتقوا الله في اخوانكم وفي اخواتكم، ما حدش يشيع مثل هذه الاخبار، لان هذه الاخبار بتثبط الهمم عن الطاعه. لذلك نقول علينا ان نعين بعضنا البعض على الطاعه ولا نثبط بعضنا عن الطاعه.